ده الطريق الدايري حول القاهرة، وده الطريق الدايري الأوسطي، وده الطريق الدايري الإقليمي. السلام عليكم. علشان تشوف كويس شغل الفيديو بكامل الشاشة وبجودة 720 وزود الإضاءة واضغط لايك. الفيديو ده ليك لو انت مهتم بمعرفة تفاصيل منطقة غرب القاهرة والجيزة، يعني مدينة 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر. التفاصيل مش مركزة جدا، لكنها هتديك صورة كاملة واضحة عن الأماكن دي. خط القطار الكهربائي السريع اللي جاي من العين السخنة ورايح الساحل الشمالي بيمر هنا تحت الطريق الإقليمي جنوب العاصمة الإدارية جنوب المدينة الأولمبية الدولية، وبعد كده بيكمل القطار السريع مساره للغرب، ومحطة محمد نجيب قريبة جدا من الدائري الأوسطي جنوب مدينة القاهرة الجديدة. وبعد كده بيلف القطار للجنوب ويلتف حول مدينة 15 مايو، واحنا مضطرين هنا اننا نعمل كوبري عالي جدا علشان نخلي القطار يعدي الوادي المنخفض بين هضبتين عاليتين، وده طبعا كوبري عالي وصعب جدا في انشائه. وبعد الكوبري ده مباشرة هنا مسار القطار بيقترب جدا من المربع الكبير الجميل المخطط ده اللي طول ضلعه كيلو 400 متر. المربع ده يا جماعة هو جامعة 15 مايو الجديدة اللي تم إنشائها في السنتين اللي فاتوا، وهي جامعة حكومية جديدة تضاهي أعرق الجامعات العالمية وفيها مراكز أبحاث علمية على أعلى مستوى. والجامعة دي إن شاء الله هتبدأ في قبول الطلاب بداية من إيه؟ بتقول إيه؟ المربع ده أصلا مش جامعة؟ إزاي يعني؟ ايوه زي ما بقولك كده، ده مش جامعة. بقى الحلاوة دي كلها مش جامعة؟ أمال ده اتعمل إيه؟ يا حبيبي ده سجن 15 مايو الجديد. سجن؟ الحلاوة دي كلها سجن؟ طيب أنا مش امبارح سألتك وأنت قلت لي إنها جامعة؟ انت ولا سألتني ولا حاجة، شكلك كنت بتحلم يا برنس. طيب خلاص بقى عشان ما نضيعش وقت الناس. ده يا جماعة سجن 15 مايو، ويمر خط القطار السريع جنوب حلوان، وهنا محطة حلوان للقطار السريع، والمسافة بينها وبين محطة مترو حلوان 4 كيلومتر. ومحطة مترو حلوان هي الأخيرة جنوبا في خط المترو الأول بالقاهرة. ويكمل مسار القطار السريع للغرب، ويتم حاليا إنشاء كوبري على نهر النيل لعبور القطار السريع من الشرق إلى الغرب. يعني هنا توجد حلوان، شرقها مدينة 15 مايو، وجنوبها خط القطار السريع، وشمالها الطريق الدايري الأوسطي. ونسيب شرق النيل ونعدي مع القطر السريع ومع الدايري الأوسطي لغرب النيل. وهنا البدرشين قصاد حلوان في الناحية الغربية، وهنا غرب وادي النيل يقترب الأوسطي من خط السكة الحديد، وبيخرجوا هما الاتنين من الوادي الأخضر إلى الصحراء. وهنا غيرنا مسار الطريق الدايري الأوسطي علشان نقدر نعدي من تحته القطر السريع، ويكمل القطر للشمال الغربي في خط مستقيم. وهنا في قلب الصحراء محطة حدائق أكتوبر المركزية. شوف معايا، ده شارع فيصل، وده شارع الهرم، وده محور ترسا، وده دايري المريوطية، وده امتداد الدايري اللي بيوصلك لطريق اسكندرية الصحراوي، وهنا أهرامات الجيزة وميدان الرماية، وده امتداد الدايري الطريق السياحي اللي بيوصلك لطريق الفيوم أو لطريق الواحات. هو ده طريق الجيزة الفيوم الصحراوي. وهنا منطقة حدائق الأهرام، وخط القطر هيمر تحت طريق الفيوم، وبكده نكون دخلنا لعمران، واحدة من أهم المدن الجديدة، وهي مدينة حدائق أكتوبر. الجزء الأكبر من مدينة حدائق أكتوبر موجود داخل المستطيل ده. الضلع ده هو طريق الواحات، والضلع ده هو طريق الواحات، وهنا الطريق الدايري الأوسطي، وده طريق الفيوم. مدينة حدائق أكتوبر بتتمتع بموقع ممتاز في غرب القاهرة لأنها ملتقى الطرق الهامة زي طريق الفيوم وطريق الصعيد الصحراوي الغربي. وكمان حدائق أكتوبر قريبة من الطرق المؤدية لإسكندرية وللساحل الشمالي، طريق اسكندرية وطريق الضبعة. أما خط القطار السريع فهو بيخترق قلب المدينة تماما في خط مستقيم تقريبا، والمسافة من طريق الفيوم إلى طريق الواحات هي 12 كيلو 500 متر. وزي ما قلت لكم هنا في شرق المدينة هتكون محطة حدائق أكتوبر المركزية، واسمها مركزية لأنه بعدها هنا مباشرة هيتفرع ويبدأ خط حدائق أكتوبر أسوان للقطر السريع،
وده طبعا هيتجه جنوبا. لكن نرجع للخط المتجه للساحل الشمالي. هنا القطر هيمر أسفل طريق الفيوم، وده الطريق الدائري الأوسطي. وهنا القطر هيعدي فوق الأعمدة دي علشان يمر فوق محور أحمد زويل. محور أحمد زويل هو طريق مهم بيقسم حدائق أكتوبر لشرق وغرب، وطريق أحمد زويل هو اللي هيوديك لمنطقة بادية القريبة من أكتوبر الجديدة. وبعد كده يتقاطع القطار مع طريق الواحات البحرية ويدخل مدينة 6 أكتوبر، وهو ده محور 26 يوليو اللي جاي من القاهرة. وهنا بيمر مونوريل أكتوبر على أعمدة، وهيتقاطع المونوريل مع خط القطار السريع، والقطر هيمر تحت المونوريل. ومش عارف محور 26 يوليو هنا هيتقاطع ازاي مع خط القطار السريع، لأنه هنا عندنا المونوريل والقطار والمحور. والمكان ده مهم جدا وهيكون مهم أكتر، لأنه هنا عندنا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وهنا مستشفى دار الفؤاد، وبعد المحور مباشرة محطة القطار السريع لمدينة 6 أكتوبر، وعلى بعد نص كيلو هنا قدام الجامعة والمستشفى موجودة برضو محطة جامعة مصر للمونوريل. وعلى الجهة المقابلة كتل خرسانية معقدة اسمها توسعات جامعة مصر، وجنبها موجود نادي نقابة المهندسين فرع 6 أكتوبر. وقرب كل ده هتلاقي أفخم كومباوندات في 6 أكتوبر بفيلاتها وخضرتها وأشجارها. و6 أكتوبر لسه بتكبر كل شهر في اتجاه الشمال الغربي ومساحتها بتوسع. والقطر السريع ماشي للشمال الغربي ويتقاطع مع طريق محور الضبعة، وغالبا طريق الضبعة هينط فوق القطر السريع بكوبري علوي. وبعد التقاطع ده ب2 كيلو القطر السريع بيتقاطع مع ترعة النصر، وهي الترعة اللي بتاخد مية النيل من فرع رشيد وترفعها بقوة الكهرباء إلى الصحراء علشان نروي مشروع الدلتا الجديدة بمية النيل. وبعد كده القطر السريع هيدخل مدينة سفنكس الجديدة ويمشي موازي لطريق اسكندرية الصحراوي، وهنا مطار سفنكس الدولي. وعلشان نتعرف أكتر على غرب القاهرة تعالوا ندخله من الطريق الدائري السياحي. هنا الأهرامات، وهنا حدائق الأهرام، وده طريق الفيوم، وده امتداد الطريق السياحي اللي هو بداية طريق الواحات، وده مشروع فالي تاورز السكني اللي الكلام عنه كتر في الفترة اللي فاتت، وده طريق أحمد زويل، وده حي الأشجار، ودي دريم لاند، وده كومباوند الفردوس، وده سوق الجملة، وهنا مدينة الإنتاج الإعلامي، وده مول مصر، وهنا الحي المتميز ل6 أكتوبر. والدنيا هنا مليانة فرص استثمار عقاري ومساكن حكومية كتيرة، وهي منطقة واعدة ونامية جدا في مدينة حدائق أكتوبر. ولو دخلنا غرب القاهرة عن طريق شارع الهرم فممكن نكون راكبين مترو الخط الرابع، إن شاء الله يتم افتتاحه قريبا. لكن المترو ده هيروح كده، مش هيروح عند الهرم نفسه، ويلف حوالين المتحف المصري الكبير اللي إن شاء الله هيفتتحوه قبل ما نموت وجثثنا تتحلل، ويمر المترو ده شمال حدائق الأهرام ويوصل لهنا عند مشروعات ماونتن فيو وليس عند حي الأشجار. وكانوا بيقولوا انهم هيمدوا محور صفت اللبن من صفت اللبن لكرداسة لبالم هيلز كموازي لمحور 26 يوليو، لكن ده لسه ما اكتملش لغاية دلوقتي. المهم ادي الطريق الدايري، وهنا المعتمدية وبرك الخيام ونهية وابو رواش والبراجيل وكفر حكيم. وفكرك انه في سنة 1981 كانت كل الأرض دي تقريبا أراضي زراعية خضراء، وكان عدد سكان مصر حوالي 44 مليون نسمة فقط. تخيل إننا كنا تلت العدد اللي عايش على أرض مصر النهاردة. وعلشان ما فيش وعي بتنظيم الأسرة فكبرت القرى دي وتضخمت وتغولت على المساحات المزروعة بشكل بائس. يعني قرية زي كفر حكيم أعتقد كانت هي كده فقط في 1981، وفضل الناس يبنوا بيوتهم واتسعت المساحات السكانية بدون أي نظام محدد. طيب ده محور 26 يوليو، ولفت نظري هنا محطة المية الضخمة
اللي تم إنشائها حديثا عند أبو رواش والمنطقة الصناعية في أبو رواش في حتة اسمها عزبة الغول، وجانبها كمان محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، لكن دي اتعملت قبل ثورة 2011. بيتقاطع محور 26 يوليو مع طريق اسكندرية الصحراوي، وهنا غرب كرداسة وجنوب التقاطع ده وشمال بداية مترو الخط الرابع توجد منطقة الجيزة الجديدة، جامعة نيو جيزة الخاصة وجولف نيو جيزة، والدنيا حلوت واخضرت. والمنطقة دي هتستفيد من إنشاء امتداد محور صفت اللبن، وهتستفيد من خط المترو الرابع، والوصلة دي اللي بين الدايري وطريق اسكندرية الصحراوي تم إنشاء امتداد ليها بيروح عند المنطقة الصناعية في أبو رواش وعند محطة المية اللي شفناها من شوية. طريق اسكندرية عليه دنديمول والقرية الذكية، أما المحور فبعد التقاطع مع طريق اسكندرية بيمر بأهم المناطق في مدينة 6 أكتوبر، وكمان المحور هو البوابة الرئيسية لمدينة الشيخ زايد واللي هي واحدة من أرقى المدن الجديدة في مصر. وأيضا محور 26 يوليو هو معظم مسار مونوريل أكتوبر. هنا الأمن الوطني فرع أكتوبر، رويال سيتي، الخمايل، هايبر وان، كيلوباترا مول، تمثال الشيخ زايد، وبالم فالي، وجرين هيلز، والصفوة، ومنطقة خدمات وأسواق المرشدي، جامعة النيل، وويست جيت هيلز، وميدان جهينة، وكوبري جهينة، ومول العرب بطول أكتر من 1 كيلومتر، ومستشفى دار الفؤاد، وجامعة مصر، ومحطة القطر السريع. ونترك محور 26 يوليو ونكمل مع المحور المركزي، وهنا جهاز المدينة، ونادي المدينة، وجامعة 6 أكتوبر الخاصة، ومحطة مونوريل ميدان الحصري، وميدان الحرية، ومحطة السادات، وميدان أنور السادات، ونوصل للتقاطع مع الدير الأوسطي. والدير الأوسطي بيفصل بشكل واضح بين المناطق السكنية والمنطقة الصناعية الضخمة في مدينة 6 أكتوبر، ودي كانت من المميزات المهمة للمدن الجديدة في عصر أنور السادات ومحمد حسني مبارك، إنهم كانوا بيبنوا مصانع كتيرة في المدن الجديدة زي 6 أكتوبر والسادات والعبور والعاشر من رمضان، كانوا بيعملوا مناطق صناعية ضخمة جدا. بينما في العصر الحالي وهنا مصنع جنرال موتورز، وهنا أكاديمية أخبار اليوم، وهنا جامعة الأهرام الكندية. بشكركم على اللايك والاشتراك، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.